كيرت أنجل يمدح جون سينا ويكشف بعضا من الأمور التي حدثت بينهما في الماضي. كيرت أنجل الذي لعب دورا كبيرا في مسيرة جون سينا المهنية كشف مؤخرا أنه حاول جاهدا أن يصبح النجم الأول في WWE على حساب جون سينا. تنازع كل من جون سينا وكيرت أنجل في بداية ظهور جون سينا في القائمة الرئيسية، وكان لديهما المزيد من المباريات حتى مغادرة كيرت أنجل للاتحاد. أثناء حديثه في مقابلة أشاد كيرت أنجل بجون سينا وقال أنه يشعر أن جون سينا سيصبح نجما كبيرا، وقال جون سينا رجل مميز وكان لديه كل الأدوات، لقد عرفته جيدا عندما بدأ والطريقة التي يتحدث بها والطريقة التي تصارع بها والطريقة التي بدأ بها. قالها وهو يضحك لكونه النجم الأعلى في WWE، لكن ذلك لم يكن موجودا فقط. تولى جون سينا المسؤولية وحصل على دفعات جيدة حقا من WWE واستغلها وقدم أداء جيدا بشكل لا يصدق. أنا فخور به وبمسيرته. كما تعلم فقد أمضى 15 عاما وذلك بصورته الثابتة، وهو ما جعله في رأيي أفضل نجم مر على WWE على الإطلاق. أنا فخور به وبمسيرته. كما تعلم فقد أمضى 15 عاما وهو بصورته الثابتة، لأن أي شخص يمكنه أن يفعل ذلك لمدة 15 عاما متتالية إنه لأمر رائع. قال كيرت أنجل أن جون سينا كان مميزا وأنه كان يستحق كل ما حصل عليه، وقال أيضا أن رئيس WWE فينس ماكمان قد أجرى الشيء الصحيح لجعل جون سينا وجها للشركة. وكشف كيرت أنجل مؤخرا في بودكاست خاص به أنه يريد مواجهة جون سينا في راسلمانيا 35 آخر مواجهة له في مصارعة الحرة للمحترفين. وقال رئيس WWE فينس ماكمان أن كيرت أنجل يجب أن يواجه بارين كوربن في راسلمانيا 35 وأنه يمكنه أن يواجه جون سينا في العام التالي في راسلمانيا القادم. على الرغم من ذلك أراد كيرت أنجل إنهاء مسيرته في عام 2019 ولم يرغب في المصارعة الحرة لعام آخر. كشف أنه التقى بجون سينا خلف الكواليس في راسلمانيا 35 وأخبره عن رغبته في مصارعته في العرض. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا.